قلتيها بريد، نحن ما رح نرضى يكون في مهر، وهيك متفقين بالبيت. انا ما برضى بهالشيء. لا لازم ترضى، لانه انا لولا حكي عماتي وخالاتي ما كنت رح ارضى بالمهر. بصراحه يعني حسيت حالي سلعه وعم تبيعوها. انا بعرف انك ما بترضى بهالشيء، بس ساره فعلا ما كان بدها مهر. شيء حلو، هذا بناقص والله، مشان بكره يقولوا انه بنتنا رخيصه بس بدنا نحن نخلص منها. طيب من بكره روحي اشتغلي مع ابي وانا بدي اروح على المراكز واعمل نشاطات وطالب بحقوقي. ايه انا جاهزه، لانه المراه فيها تتعلم وتشتغل وتحارب، تعمل كل شيء اذا المجتمع ما وقف ضدها. رح تعملي فينا مثل ما عملت بنت ابو مازن؟ اذا ظلمتوني وما فكرتوا فيني، ايه يمكن اعمل هالشيء. انا بحياتي ما فكرت اكتب وصيه ولا رح اكتب. اذا انت ترضي تكوني بالاخلاق وبلا شرف فمبروك عليكي كل الورثه. هاي كلها اتهامات موجهه لساره وكتار نساء بمجتمعنا. ساره بموقف صعب بين اسرتها والمجتمع والقوانين المثاليه. يا ترى لو انتم مكان ساره شو بتعملوا؟ دخلت؟ ما عم يستكشف عن ولادك؟ لا والله هذا اللي حارق قلبي بزياده، ودي اروح زورهم، بس ما بعرف بشو اتحجج لاقدر اشوفهم. انا عقلي وريك، بكره اخواتك بشوفوكي بفكروكي انك رايحه تشوفي صديقتك، كرمال يحترق قلبه فيكي والرجعي. احمدي ربك من بعد ما استقبلوكي وجبتي صيت المطلقه لإلهم. لازم روح، سلمي لي على اخوي بوصية الصغار. حاطهم بجيبتك، عم تمننها انك صارف عليها من مصرياتها. الله لا يوفقك. هات فوق ماني حاولتي بخلقتي بعد ما طلقت جوزك الواطي؟ والله يا اخي ما حكيت هالشيء، ايمت حكيت؟ لكن بدي اجيب الحكي من عندي؟ الله العليم لسه شو حاكي علينا قدام الست منيره. لك يا ناس يا بشر ارحموني، انا مريضة سرطان. شو ذنبي اذا كنت مطلقة؟ ما اللي صار فيني كله من ورا راسكم، انتوا اللي ضليتوا تبوسوا براسي لحتى تزوجت هالعاطل. بعدين حرش اخترعي كلام انا ما كنت اقضيه هذيك الايام الثانية. لك شو عم تحكي؟ متفاجئ مو؟ متفاجئ انه اختك اللي ساكتة كلها العمر عم تحكي. لك عم احكي لانه عظامي ما عاد عم يحملوني من التعب ومن شغل البيت. عم احكي لانه قلبي عم يحترق من الشوق لاولادي. عم احكي لانكم انانيين وظالمين وما بتشوفوا غير حالكم. لك خلاص انت عليك. الامرأة المطلقة ليست عال على المجتمع ولا على أسرتها ولا حتى على نفسها، بس لأيمت قادرة ازدهار تصبر تستحمل عيلتها، أخوها، مرت أخوها.